طبعًا الدنيا باظت منِّك وخارجة من كنافة رمضان وكحك العيد والمقاسات معاكِ مش مضبوطة. طب أنتِ عارفة إن ده هيرضيني؟ تعالي أنقل لِك تجربتي مع المنتج اللي هيحل لِك عقدة عايزة حاجة تخلّيني أخس وكمان طعمها يبقى حلو. وأهم حاجة طبعًا ما تكونش ب50.000 جنيه. هاكلمكم النهارده عن إينو فايبر اللي خلّاني أحس بالشبع لمدة 7 ساعات، وعشان أنا عارفة كل الأسئلة اللي بتدور في دماغ الواحد لمّا بيكون عايز فعلًا ينزل في الوزن، فأنا هاجاوبِك عليها من غير ما تسأليها. وعارفة كمان إن رحلتك مع المشروبات السخنة في التخسيس وطريقة تحضيرها وطعمها اللي مش مستحب بتخلي الإرادة عندك زيرو. أول حاجة طعمه مسكر، تاني حاجة بنكهة الأناناس يعني هتحسي إن انتي بتشربي عصير، تالت حاجة وهي طريقة التحضير مفيش أسهل من كده. بتاخدي الكيس ده وتفرغيه على نص كوباية مية أو على كوباية كاملة وتقلبي كويس وخلاص خلصت الحكاية على كده. العلبة دي عبارة عن إيه؟ عن 24 كيس، بتقدري إن انتي تاخدي كل يوم 3 أكياس قبل كل وجبة. بس ما أعتقدش إن أنتِ هتحتاجي إن أنتِ تاخدي 3 أكياس، لإن أنا أخدت أول كيس الساعة 10:00 ما حسيتش بالجوع غير على الساعة 17:00 كده، يعني 7 ساعات حاسة بالشبع وحاسة إن أنا بطني مليانة، ما شربتش غير كوباية قهوة إن شاء الله مش هتحتاجي ل3 أكياس في اليوم وكيسين بس هيكفوكِ. بس لو أنتِ هتاكلي جاتوه مثلًا أو معزومة عند حد، هتاكلي النهارده حاجة مسكرة زيادة عن اللازم، خدي قبلها 1 إينو فايبر لإن هو بيضبط نسبة السكر في الدم. يعني الناس اللي عندها مقاومة أنسولين، الناس اللي عندها دهون مختزنة، الكروميوم موجود بقى علشان يعمل الحاجة اللي زي دي. كمان عايزة أقول لِك إن هو آمن جدًا على الأمراض المزمنة زي الضغط والسكر. لمّا سألت لِك بقى عن التفاصيل لقيته إن هو مناسب كمان مع حالات الرضاعة، يعني لو أنتِ عايزة تخسّي بعد الولادة فهو آمن 100%. ولو أنتِ عاملة مقاطعة وما بتثقيش غير في الحاجات المستوردة، أحب أقول لِك إن أنتِ من النهارده هتثقي في الحاجات المصرية، لإن إنو فايبر مصري 100%. هاحضّره معاكم دلوقتي علشان تشوفيه من جوّه. عايزة أقول لِك إن الظرف ده مناسب جدًا إن أنتِ تاخديه معاكِ في شنطتِك أو تاخديه وأنتِ رايحة الشغل، مش هتحتاجي بقى إن أنتِ تفطري في الشغل وتتغدي في الشغل مع أصحابِك، لإنِّك هتحسّي بالشبع لفترات طويلة. أول ما مكونات إينو فايبر بتختلط بالمَيّة بتتماسك وبتتحول لجيلي. قرّبت لكم الكاميرا علشان تشوفوا قشور السيليوم، أنا لسه ما قلّبتهاش، بس الصح إن أنتِ أول ما تفرّغي الكيس في الكوباية تقلّبي على طول علشان ما يحصلش معاكِ تكتُّلات زي اللي حصلت معايا كده دلوقتي. المفروض طبعًا إن النفشة دي أو التكتُّلات دي بتحصل في معدتِك جوّه، فبتبقى بديل لبالون المعدة وبتحسسِك بالشبع، لإن هي بتملى المعدة وبتتحول لجيلي، وفوق كل ده بتخلّي جسمِك أكثر امتصاصًا للبروتين. طب أنتِ عاوزة إيه أكتر من كده؟ وريته لِك قبل ما أدوّبه، ووريته لِك أول ما اختلطت قشور السيليوم بالمَيّة إيه اللي حصل. أنتِ مستنية إيه علشان تخسّي؟ يعني طعمه أناناس ومسكّر وكمان حجمه صغير تعرفي تاخديه معاكِ في أي مكان، وطريقة تحضيره مش هتحتاجي أكتر من ظرف وإزازة مَيّة، براحتك خالص. المهم تدّي له مساحته إنه يلاقي مَيّة ينفش فيها، يا تدوّبيه في نُص كوباية مَيّة وتشربي بعده كوبايتين، أو إن أنتِ تدوّبيه في علبة زبادي وتشربي بعده كوبايتين مَيّة، أو تدوّبيه في إزازة مَيّة وتشربيها على مرّة واحدة. ريفيو النهارده خلص ونتقابل في فيديو جديد إن شاء الله، باي.